السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الرابع، أهلا وسهلا بيكم يا شباب في فيديو جديد. النهاردة هنحل مع بعض صفحة 98 و99 و100 و101 من كتاب الأضواء دراسات الصف الرابع. هنحل مع بعض تدريبات درس مدينتنا في المستقبل. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي من حل التدريبات والواجبات. ويلا بينا. السؤال الأول بيقول لك اكمل العبارة الآتية: أنشأ الملك إخناتون مدينة إختاتون. هنا بيقول لك أنشئت مدينة إختاتون على الضفة الشرقية لنهر النيل، بيساعد التخطيط الجيد للمدن على حل مشكلات مثل الازدحام والتلوث. بتعتمد مدينة المستقبل على وسائل مواصلات صديقة للبيئة. من ملامح مدينة المستقبل اعتمادها على الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. استخدام الآلات الزراعية الحديثة، ده بيعمل على ترشيد استخدام الماء. بتضم المستشفيات في مدينة المستقبل أجهزة للاستشفاء قائمة على الذكاء الاصطناعي. بناء على هنا بيقولك بناء مدينة المستقبل بيتطلب حسن استخدام التكنولوجيا. طبعا بالنسبة لك صح وخطأ سهلة جدا اهي يا شباب. برضو بالنسبة للناس اللي بتراجع معانا، نيجي بقى هنا بما المقصود بتخطيط بناء المدن. ايه المقصود بتخطيط بناء المدن؟ هتقول له يعني التفكير المسبق لتنظيم استخدام الأرض وتحسين حياة السكان. يعني التفكير المسبق لتنظيم استخدام الأرض وتحسين حياة السكان. الاختياري: بتتحول أشعة الشمس إلى طاقة كهربية في منزلنا عبر الألواح الشمسية. من ملامح المدن السياحية في المستقبل أن وسائل مواصلاتها بتعمل بطاقة الشمس. بنحافظ في مدينة المستقبل على قيمنا المصرية مثل الترابط الأسري. صوب ما تحت خط مدينة إختاتون هي تل العمارنة بالمنيا حاليا. بيساعد التخطيط الجيد لبناء المدن على ظهورها بشكل أكثر تنظيما. بتعتمد مدينة المستقبل على وسائل مواصلات ذكية. حدد العامل المشترك في كل مجموعة. هنا هتقول له حسن استخدام التكنولوجيا واحترام القوانين والاجتهاد في الدراسة. كل ده العمل فيهم، دي أدوارنا في المستقبل في مدينة المستقبل. الكرم والتعاون والاحترام والتسامح دي قيمنا المصرية. بما تفسر أهمية التخطيط الجيد قبل بناء المدن. طبعا بيجعل المدن أكثر تنظيما وجمالا، وكمان بيحل مشكلات الازدحام والتلوث وتوفير المرافق والخدمات السكنية. بيجعل المدن أكثر تنظيما وجمالا، وبيحل مشكلات الازدحام والتلوث وتوفير المرافق والخدمات السكنية. أهمية استخدام الطائرات الذكية الصغيرة في مدينة المستقبل ليه يا شباب؟ هتقول له لتوفير احتياجاتنا إلى المنازل في وقت قصير. لتوفير احتياجاتنا إلى المنازل في وقت قصير. أهمية الطاقة الشمسية في مدن المستقبل الساحلية. هتقول له لأن كل السيارات والمراكب سوف تعمل بالطاقة الشمسية. لأن كل من السيارات والمراكب سوف تعمل بالطاقة الشمسية. لأن كل من السيارات والمراكب سوف تعمل بالطاقة الشمسية. أهمية أجهزة الاستشفاء القائمة على الذكاء الاصطناعي. تقول تشخيص الأمراض وعلاجها في أقصر وقت. تشخيص الأمراض وعلاجها في أقصر وقت. ما العلاقة بين الطاقة الشمسية والسيارات في مدينة المستقبل؟ هتقول له الطاقة الشمسية بتزود مدينة المستقبل بالطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل السيارات. يبقى الطاقة الشمسية بتزود مدينة المستقبل بالطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل السيارات. تخطيط بناء المدن وحل مشكلة الازدحام. هتقوله ان التخطيط الجيد في بناء المدن بشكل بيساعد في حل الكثير من المشكلات مثل ازدحام. يبقى التخطيط الجيد في بناء المدن بيساعد في حل كثير من المشكلات زي مشكلة الازدحام. دي صفحة 99 يا شباب. ننتقل إلى صفحة 100. صفحة 100 بيقولك تدريبات الكتاب المدرسي صح وخطأ. اختر الإجابة الصحيحة. برضو بالنسبة لكم سهلة جدا. تعالى هنا على ما المقصود بالتخطيط لبناء المدن. ما المقصود بالتخطيط لبناء المدن يا حبايبي؟ هتقوله التفكير المسبق لتنظيم استخدام الأرض وتحسين حياة السكان. بما تفسر أهمية التخطيط قبل بناء المدن. ليه لازم ان احنا نخطط قبل ما نبني المدن؟ عشان التخطيط ده بيساعد على ظهور المدن بشكل أكثر تنظيم وجمال، وكمان بيحل مشكلات الازدحام والتلوث، وبيوفر المرافق وخدمات السكان. هتقوله حيث يساعد على ظهور المدن بشكل أكثر تنظيما وجمالا، وبيحل مشكلات الازدحام والتلوث،
وتوفير المرافق وخدمات السكان. ما النتائج المترتبة على اعتمادنا على الطاقة الشمسية؟ هتقوله أدى إلى المحافظة على البيئة وتوليد الكهرباء للإضاءة وتشغيل الأجهزة في المنازل وتشغيل السيارات الكهربية. أدى إلى المحافظة على البيئة وتوليد الكهرباء للإضاءة وتشغيل الأجهزة في المنازل وتشغيل السيارات الكهربية. استخدام المزارعين في المستقبل آلات زراعية حديثة. النتائج اللي ترتبط عليه ايه؟ هتقوله طبعا هيبقى الزراعة هتكون أسرع وأسهل، وكمان ترشيد استخدام المية، طبعا هنستخدم بقى ري بالرش والتنقيط فيوفر في المية، وكمان هيكون في زيادة في الإنتاج. دلل برع المصريون القدماء في تخطيط المدن ليه؟ هتقوله مثل مدينة إختاتون أو مدينة إختاتون على الضفة الشرقية لنهر النيل، ودي منذ آلاف السنين. دي بها مناطق سكنية ودينية ومراكز للإدارة. ما العلاقة بين الاجتهاد في الدراسة وبناء مدينتنا المستقبلية؟ هتقوله إن الاجتهاد في الدراسة أحد أدوارنا كتلاميذ لبناء مدينتنا المستقبلية. الاجتهاد في الدراسة أحد أدوارنا كتلاميذ لبناء مدينتنا المستقبلية. خلاص، تعالى هنا بيقولك وضح دورك في بناء مدينة المستقبل. انت دورك ايه في بناء مدينة المستقبل؟ هتقول له حسن استخدام التكنولوجيا، احترام القوانين، الاجتهاد في الدراسة ان انا استخدم التكنولوجيا بطريقة كويسة، وكمان ان انا احترم القوانين، وكمان اجتهد في دراستي. خلاص اهي. دي صفحة 100. يلا يا شباب على صفحة 101. أكمل. بيساعد التخطيط الجيد لبناء المدن على توفير المرافق والخدمات للسكان. بنيت مدينة إختاتون على الضفة الشرقية لنهر النيل. تستخدم الطائرات الصغيرة لتوصيل احتياجاتنا للمنازل داخل مدينة المستقبل بسهولة. تتحول أشعة الشمس عبر الألواح الشمسية إلى طاقة كهربية. بما تفسر أهمية استخدام التخطيط الجيد في بناء المدن. هتقوله بيظهر المدن بشكل منظم وجميل وبيحل مشكلات الازدحام والتلوث. بيظهر المدن بشكل منظم وجميل وبيحل مشكلات الازدحام والتلوث. أهمية الطاقة الشمسية. هتقوله بتولد الكهرباء لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإنارة. توليد الكهرباء لتشغيل الأجهزة الكهربائية والإنارة. تعالى كده على صح وخطأ. بتضم مستشفيات في مدينة المستقبل أجهزة للاستشفاء قائمة على الذكاء الاصطناعي. صح. احترام القوانين وحسن استخدام التكنولوجيا مهم في بناء المستقبل. صح. عند التخطيط لمدينة المستقبل نتخلى عن قيمنا اللي احنا اتعلمناها. لا طبعا خطأ. بيقولك ما العلاقة بين احترام القوانين وبناء مدينة المستقبل؟ هتقوله ان احترام القوانين ده أحد أدوارنا لبناء مدينة المستقبل. الملك إخناتون وتخطيط المدن. هتقول له اهتم الملك إخناتون بتخطيط المدن مثل مدينة إخناتون. اختار القائمة. طبعا الاختياري ده سهل. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو لو بمعلومة واحدة. ما تنسوش اللايك يا شباب والاشتراك في القناة علشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله من حل التدريبات الواجبات. مع السلامة.